جماعه انا النهارده جايب لكم مطعم هندي، لاول مره مطعم هندي يفتح في اسكندريه. انا بعدي الشارع والاشاره عشان خاطر عيونكم اهو. انديا جيت، يلا بينا نشوف هنروق لما ندوق ولا في البرقوق يا صاحبي. عندهم كده 2 طاجن اسمهم حيدراباد برياني، واحد لحمه وواحد فراخ، رز باللحمه بالمكسرات بالزبيب بالكاجو. يا نهار ابيض على الجمال، الاتنين يا جماعه اجمد من بعض، بس اللحمه عجبتني اكتر. زبادي بالنعناع دي. كوبي بقى، كوبي ما تخافيش، كوبي كوبي يا بنتي، انت خايفه ليه؟ يخرب بيتك. جامده قوي. الطواجن دي تحفه، باين انها اطول مني ولا هحاول ما تجيبناش مع بعض. بعدها على طول دقت طبق اسمه باتر تشيكن، ده بالنسبه لي بقى احلى واجمد طبق في انديا جيت. الله تحفه، الباتر تشيكن ده هتروق لما تدوق، تحفه تحفه، عجبني قوي. ودي زبادي بالاناناس بتاكلها مع الاكل بترطب عليك. ايه يا عم الاكل الهندي الجامد ده؟ اللي وهمني بقى الطبق ده اسمه تقريبا انديا ران. كده كلها عمياء بس تحفه يا كده ردتنا. خطير، اللحمه عندهم فظيعه. واخر حاجه كلناها كانت فراخ التندوري، واللي عجبنا فيها ان التتبيله واصله لحد جوه. ونسيت اقول لكم ان هم عملوا الشاي الكرك، فلازم تروح تجربه. ده بقى احلى ايس كريم جربته في اسكندريه لحد دلوقتي. بيجي لك في كوكوناتايه كده وجواه حليب وجوز هند طبيعي. الله جميله. وبيتحط عليه جزر مطبوخ باللبن والمكسرات، بيكون سخن سخن مع ساقع بقى، بيدي لك طعم رهيب في الاخر. انا وسلمى اتبسطنا جدا. جماعه عنوان انديا جيت، انا دلوقتي في سيدي جابر على البحر، ده فندق الحرم اهو. لو جينا كده هنلاقي اشاره سيدي جابر وويف اهو، ويف اهو. لو جينا كده هنلاقي انديا جيت.